عندي رتل من اللبن حطيته كده يغلي. يا ترى هحط ايه في الرتل اللبن ده؟ اتجننت وقلت لازم اجرب التجربة ديت. ايه هي؟ ان انا اسلق المكرونة في اللبن. يلا بقى نخش على الفيديو بتاعنا ونشوف نتيجة سلق المكرونة في اللبن ايه هي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وفي احسن حال. زي ما انتوا شايفين كده حطيت المكرونة على اللبن كان مغلي، حطيت عليه المكرونة وسبتها كده تاخد غلوتين. زي ما انتوا شايفين كل شوية اقلب كده تقليبة بسيطة. اول ما لقيتها بدأت خلاص تدخل على السوا رحت حاطة معلقة سمنة بس. حلو الكلام لحد كده؟ حلو الكلام. لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي لي في القناة وتفعلي لي الجرس علشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد، وكومنت حلو منك كده تشجعيني. جبت معلقة من النشا ومعلقة من الدقيق، معلقة نشا ومعلقة دقيق. حلو قوي. ودوبتهم كده في نص كوباية مية وانا معايا المكرونة اتسلقت في اللبن. مكرونة اتسلقت في اللبن، والله جربيها تطلع معاكي تحفة. بعد ما دوبت كده بمعلقة الدقيق ومعلقة النشا حلو قوي، رحت منزلاهم عليها وفضلت اقلب فيها كده. يبقى انا حطيت معلقة السمنة وهي داخلة على السوا، وبعد كده حطيت معلقة النشا ومعلقة الدقيق وقلبتهم في مية وحطيتهم، وحطيت كمان نص معلقة ملح وربع معلقة فلفل اسمر فقط لا غير. حلو الكلام لحد كده؟ حلو الكلام. يا ترى تعملي بقى ايه؟ استني بس عليا، استني بس عليا هتشوفي دلوقتي. وبرضه هقلبها كده لحد ما يبقى القوام معايا بدأ ان هو يتقل. حلو قوي. حسيت ان هي محتاجة سنة ملح، حطيت كمان سنة ملح. شايفين مفلفلة وزي الفل والقوام فيها تقل اهو. حلو قوي. هتعملي ايه؟ جبت صينية وعملت مكرونة بشاميل، اخف مكرونة بشاميل هتاكليها في حياتك. كان عندي لحمة معصجة، طبعا حطيت راق جزء من المكرونة اللي انتوا شفتوها واللحمة المعصجة، وبعد كده نزلت الراق التاني وحطيت نص معلقة سمنة بسيطة كده على وشه ودخلتها الفرن. هنعمل ايه تاني؟ هنعمل برضو جلاش حلو قوي خفيف جدا برضو وطريقته حلوة قوي هتعجبكم. دهنت الصينية بتاعتي كده سمنة. انا كده حاطة المكرونة بتاعتي في الفرن على درجة حرارة 180، ودهنت الصينية سمنة. وهجيب لفة الجلاش بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، هبتدي افردها، هحاول اظبطها في الصينية اهو. اخلي كده ليها حروف من فوق وادهن سمنة كل رقين او 3 ادهن سمنة، يعني رقين ادهن سمنة بسيطة جدا بالفرشة كده معاكي هتبقى حلوة قوي اهو. اوعي تنسي تشتركي في القناة وتفعلي لي الجرس وتعملي لايك. وبقيت العصاج بتاعنا نزلته على الصينية. طبعا طريقة العصاج سهلة جدا، عبارة عن بصل وفلفل اخضر او فلفل الوان واللحمة المفرومة. لو حطيتي كله ني مع بعضه بيبقى النتيجة زي العسل. لو حابة تدي البصل تقلبتين وبعد كده اللحمة براحتك خالص، وتكوني مقطعة حباية طماطم وتكوني منزلاها عليها او ضربها في الخلاط حباية حبايتين حسب الكمية اللي انتي بتعمليها، وتسيبيها كده لما تغلي ويبقى معاكي احلى عصاج تقدري تعملي بيه الحشوات بتاعتك. هبتدي اجيب كمان نص لفة الجلاش التانية واحطها. طبعا المقطع بتاع تسوية المكرونة انا ان شاء الله هحاول اعمله لكم صور على الفيديو
لكن للأسف اتحذف برضو مني، زي طريقة التحضير في قلب الصينية برضو، اللي انا اجمع الكل في الصينية برضو اتحذف. بس هتاكلي احلى مكرونة بشاميل، خفيفة جدا وحلوة جدا للناس بقى اللي عاملة دايت. ممكن بدل ما تاخدي قطعة، لا تاخدي قطعتين في اليوم بتاعك، خفيفة وما فيهاش سعرات حرارية كتير طبعا الا المكرونة النشويات. فدي ممكن اللي انتي تتفاديها، اللي انتي تاخدي منها قطعتين اتنين، طبعا مش قطعتين كبار، لا حلوين كده، بس هتبقى معاكي برضو حلوة وخفيفة، مش يعني مش هتأثر كتير زي المكرونة المعتادة بتاعتنا. بعد ما حطيت النص التاني من فوق، سبت معايا كده ورقتين اللي انا اقفل بيهم الصينية بتاعتي في الاخر. احلى صينية جلاش تعمليها، عسل عسل عسل. هبتدي بقى اقطعها، تقطعيها برضو التقطيعة اللي انت عايزاها. اهو قطعتها بالطريقة دي. حاولي وانت بتقطعي كده يعني ما ايه على مهلك خالص عشان ما يتقطعش منك. طبعا انت بتكملي تقطيع بس ما بيبقى بسيط بقى بعد ما بيستوي. معايا بيضة، هحط عليها ملح وفلفل اسمر واضربها حلو. هضرب البيضة بتاعتي، ومعايا كوباية لبن، هنزل عليها كوباية اللبن، وهدي كده مسحة بسيطة من السمنة، خفيفة جدا برضو زي المكرونة، يعني الاتنين خفاف، الدسامة فيهم بسيطة جدا. وهبتدي انزل برضو، تقدري تاخدي من دي قطعة، يعني قطعة مكرونة قطعة جلاش حلوة قوي، جنب شوية سلطة كده وحتة لحمة او فرخة. الف هنا وشفا. الفرن عندي سخن، هبتدي ادخلها الفرن بتاعي، تطلع معايا بالحلاوة والجمال ده. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله، حلوة جدا، فطيرة واخدة